رولينج اكشن. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نواصل فيها كتابة القصة السينمائية او المعالجة ببنائها الرأسي المتعارف عليه. وصلنا في الحلقة اللي فاتت الى انه بطل فيلم ملك وكتابة وصل لمحطة او حبكة او نقلة البيج ايفنت او نقطة التحول، لما اكتشف انه طول الوقت اللي فات اللي هم 30 دقيقة من الكاتاليست لغاية البيج ايفنت في الدقيقة 40 اكتشف انه هو بيواجه بطريقة غلط، وان كل محاولاته لمواجهة الازمة اللي هو فيها لم تؤدي الى نتائج. طب عمل ايه؟ عمل نقطة تحول، يعني غير مسار الدراما من جديد وغير طريقة مواجهته لأزمته بشكل مختلف تماما. عشان نفهم التفاصيل دي ماشية ازاي انا جايب لكم جزء من الفيلم اللي هو بيتكلم عن المرحلة دي بالتحديد، هنشوفه دلوقتي ونرجع نعلق ونشوف ازاي السيناريست عمل نقطة التحول في حياة بطل فيلم ملك وكتابة الدكتور محمود عبد السلام. تعالوا شفنا في ملك وكتابة انه في الدقيقة 40 من زمن الفيلم الدكتور محمود اصيب بأزمة قلبية، اصيب بأزمة قلبية بسبب الضغوط العنيفة نفسيا اللي هو بيعاني منها من ساعة ما شاف مراته في مشهد الخيانة. حصل ايه؟ اصيب بأزمة قلبية ودخل المستشفى. لما دخل المستشفى راحت زارته هناك هند زي ما انتم شفتوا اللي هي هند صبري، وطبعا صاحبه كان واقف جنبه. بعد ما فاق من الأزمة اللي تعرض ليها هتلاقوه بدأ بيسأل صاحبه بيقول له أنا عايزك تقول لي أنا عيوبي إيه؟ السؤال ده من البطل معناه إن هو اكتشف إن اللي فات ده ملوش أي لازمة، وإن هو بيواجه بطريقة غلط، فعايز يسمع من طرف هو بيثق في تقييمه وبيثق في كلامه إيه العيوب اللي موجودة في شخصيته وبتخليه بيواجه غلط. فرد عليه صاحبه وقال له ان انت محبكها زيادة عن اللزوم وقافل على نفسك قوي، مع ان الحياة بسيطة واحنا اصلا الحياة معقدة ومتعبة، فلازم نتعامل معاها بشكل بسيط ونفك معاها علشان نقدر نواجه الازمات اللي احنا فيها. بعد المشهد ده الدكتور محمود عبد السلام زي ما شفتوا قرر انه ياخد مكان جديد، شقة جديدة ينتقل ليها، وقال لصاحبه عايزك تشوف لي شقة مفروشة تكون جنبك علشان اقعد فيها. طبعا الخطوة دي من البطل معناها انه قرر يواجه من جديد، انه يبدأ حياة جديدة وينسى المرحلة اللي فاتت اللي انتهت بخيانة مراته. طيب هنا في الدقيقة 40 الدكتور محمود عبد السلام قرر يغير معانا مسار الدراما وينقلنا في حتة تانية خالص غير اللي احنا كنا عايشين معاه فيها ديت في ال30 دقيقة اللي فاتوا، وراح يسكن في شقته الجديدة. مين اللي دخلت حياته بقى في المرحلة ديت؟ هند اللي هي هند صبري، اللي بدأت علاقتهم بحدة وخناقة وطرد ومشاكل، وبعدين يعني اتصافوا وهو يعني حس انه غلط في حقها فاعتذر لها، وهي حست انها غلطت في حقه فاعتذرت له، وبدأت العلاقة بينهم تلين وتبقى علاقة طبيعية وعلاقة اشبه بعلاقة صداقة يعني. فبدأت تروح معاه شقته اللي هو خدها ديت وتساعده في ترتيب البيت. بدأ هو يسمع نصيحة صاحبه ويفك علشان يقدر يواجه مصاعب الحياة وأزماتها ويتعامل مع الناس ببساطة أكتر من العقد اللي هو كان عاملها في الفترة الأولى من حياته. فبدأ يخرج مع هند، بدأ يروح معها سينما، بدأ يتعرف بأصدقائها، بدأت معاملته للطلبة بتوعه تختلف. بدأنا نشوف شخصية بتتطور إلى الأفضل، يعني احنا شفنا شخصية قاتمة جدا، حادة جدا، عصبية جدا، ما عندوش غير وجهة نظر أحادية، هو عايز انه كل اللي حواليه يطبقوا وجهات نظره في الحياة، مش سايب لهم اي مساحة يتحركوا او يبدعوا او يقولوا رأيهم. حتى الطلبة بتوعه بيطالبهم ان هم يعملوا الابحاث بتاعتهم من داخل الكتاب اللي هو مقرره عليهم. في المرحلة الجديدة في حياة محمود عبد السلام او محمود حميدة شفنا بطل مختلف، شفنا حد منفتح الى حد ما على الحياة، شفنا حد بيتعامل ببساطة مع الناس المحيطين بيه، مع الطلبة بتوعه، مع أصدقائه. بيخرج مع هند، بيروح معاها يحضر تصوير فيلم هي بتقوم بدور صغير فيه، ورغم ان هو في اول الفيلم كان بيتريق عليها ويقول لها عمرك ما هتوصلي لحاجة باللي انت بتعمليه ده وهتفضلي فاشلة وكذا وكذا اذا ما درستيش الفن على اصوله يعني. لكن شفناه في المرحلة التانية من حياته فيما بعد البيج ايفنت او نقطة التحول اللي هو قرر يعملها في حياته، شفناه شخص مختلف مع هند، مع الطلبة بتوعه. بدأ حتى يا جماعة لو لاحظتوا انه طريقة لبسه تختلف، وده جزء من شغل المخرج.
وانه الشخصيه الاولى اللي كان دايما ما بنشوفهاش غير بالبدله والكرافته واللبس الرسمي والشنطه، بدانا في المرحله الثانيه من الفيلم نشوفه لابس كاجوال ويعني فاتح وبيتحرك براحته، مش ماشي رسمي قوي، مش بيتعامل مع الناس بتحفظ شديد، لا بيتعامل ببساطه. لما راح يحضر معاها الفيلم كان مبسوط وقال لها انت خدت دور صغير بس هتكبري وكذا، وبدأ يشجعها ويدعمها نفسيا. ده تطور للشخصية حصل فيما بعد نقطة البيج ايفنت او قرار البطل بتاعنا انه يغير طريقة مواجهته للأزمة اللي هو فيها. في حد هيسألني هيقول لي هو احنا لازم نمشي على القواعد اللي انت بتقولها دي، ولا ممكن نكتب احنا من دماغنا؟ او اللي احنا نعرفه ان في مخرجين كبار وكتاب سيناريو كبار بيكسروا كل القواعد دي وبيكتبوا سينما بشكل مختلف بتتمرد على كل القواعد دي. هقول لك انت لازم في مرحله من المراحل هتوصل ان انت تكسر كل القواعد اللي احنا بنقولها ديت، لكن لازم في البدايه تكون عارف القواعد علشان لما تيجي تحطمها وتكسرها وتتخلى عنها تبقى بتحطمها وتكسرها عن وعي مش عن جهل. مش انت مش عارف تكتب قصة سينمائية لانك ما تعرفش قواعد كتابة بناء الرأس للقصة السينمائية، لا ده انت عارفها، بس انت شايف انك انت تقدر تعمل شكل جديد للكتابة وتجرب وتعمل كتابة تجريبية وتتمرد على كل القواعد اللي احنا بنتعلمها دي براحتك. بس قبل ما توصل للمرحلة دي لازم تكون دارس وفاهم ايه هي القواعد، علشان زي ما قلت لك تحطيم القواعد ده فن، ما هوش حاجة عشوائية. مش احنا هنقول لا احنا مش هنلتزم بأي قواعد وهنكتب بطريقتنا وبطريقة تجريبية مختلفة، وهي القواعد دي مين حطها يعني ما ناس زينا. طب كل ده على عيني وراسي وزي الفل، بس اعمله لما تفهم القواعد دي وتكون قادر على الكتابة وفقا ليها، ساعتها بقى تقدر تحطم القواعد وتتمرد عليها براحتك خالص، بس هتعمل ده زي ما قلت لك عن وعي مش عن جهل. طيب نرجع للقصة السينمائية بتاعتنا وازاي بنكتبها. هل يا جماعة في حد فينا حياته بتمشي على وتيرة واحدة، يا إما إن هي حياة بائسة وكئيبة على طول، يا إما حياة بسيطة ومنعشة وجميلة ولذيذة طول الوقت؟ لا طبعا، كل واحد فينا في أوقات بيبقى سعيد ومبسوط فيها، وفي ساعات وأوقات تانية بيبقى مكتئب وحزين، في ساعات بيبقى عنده أزمات خانقة مش قادر يواجهها، وفي ساعات بيبقى الحياة لطيفة عنده الأزمات العادية اليومية بتاعتنا يعني اللي كل الناس بتعاني منها. نفس المنطق ده ينطبق على بطل الفيلم بتاعك. ليه؟ لأن أنت عامله شبهنا، بني آدم زينا، وبالتالي لا يمكن حياته تمشي على وتيرة واحدة، لازم يبقى فيها مطبات بتعلى وتنزل. وده بالظبط اللي بتعمله الدراما، إن أنت بتعمل محفز للأحداث يغير حياة البطل ويغير طريقة مواجهته للحياة، وبعدين بعد فترة تعمل له حدث كمان يغير طريقته ويخليه يعمل نقطة تحول وياخد خط جديد في المواجهة. لغاية إمتى؟ لغاية الدقيقة 65. لو انتوا شفتوا ملك وكتابة هتلاقوا انه البيج ايفنت اللي حصل في الدقيقة 40 الدكتور محمود قرر يواجه الحياة بطريقة مختلفة، قرر يحاول يتخلص من أزمته بطرق وأساليب غير اللي كان بيستخدمها في الأول، وبدأ يعمل ده فعلا عن طريق انتقاله لسكن جديد، عن طريق علاقته بهند، عن طريق علاقته بصاحبه، عن طريق علاقته ان هي بقت ودية اكتر مع الطلبة بتوعه، عن طريق خروجه، عن طريق انه يروح سينما، يتفسح، يروح يحضر تصوير مع هند. كل ده تمام وماشي والخطة ماشية زي الفل. لكن هل الحياة تستمر على وتيرة واحدة ويفضل الدكتور محمود سعيد ومبسوط بحياته الجديدة وينتهي الفيلم؟ لا، لازم يحصل حاجة تاني. في الدقيقة 65 من زمن الفيلم، يعني بعد 25 دقيقة من البيج ايفنت او نقطة التحول اللي عملها الدكتور محمود، بيحصل حدث جديد بيقلب الاحداث مرة تانية ويوجه الدراما في شكل مختلف خالص عن اللي احنا شفناه في ال 25 دقيقة اللي فاتوا. تابعوني في الحلقة الجاية علشان نشوف نقلة جديدة من نقلات كتابة القصة السينمائية. مهم جدا ان انتوا تشوفوا الحلقات بالترتيب زي ما قلت لكم. احنا واصلين دلوقتي للدقيقة 65 من زمن فيلم ملك وكتابة. هنواصل في الحلقة اللي جاية نكمل نشوف السيناريست عمل ايه في بطل الفيلم ووجهه ناحية اي اتجاه بالظبط، وايه اللي حصل له في الدقيقة 65. شكرا، انتظروني، هنلتقي قريب في حلقة جديدة نكمل فيها كتابة المعالجة السينمائية.